أهلا بيكم في الحكاية بالبلدي. امبارح حصل موقف غريب أوي في الولايات المتحدة الأمريكية. الموقف الغريب ده بقى ترند في أمريكا وفي أوروبا. شاب راح في واشنطن، اسمه إلياس رودريجوز. ذهب عند المتحف اليهودي وخلى جماعة اليهود مطلعين من المتحف، وراح ضارب عليهم 10 طلقات، منهم اتنين من الصهاينة شغالين في السفارة الإسرائيلية في أمريكا في واشنطن. والشاب إلياس ده قعد يهتف الحرية لغزة، الحرية لغزة، وهو بيضرب عليهم النار. طبعا هناك قالوا ده مسلم. المهم راح داخل جوه المتحف، وراح متصل بالشرطة، واستنى الشرطة وهو قاعد عمال يهتف لغزة. الناس كلها قاعد تقول لا، ده الراجل ده مسلم، ده من أصول عربية، ده كده. المفاجأة إن الشاب إلياس رودريجيز طلع مسيحي من أصول من أمريكا اللاتينية، وغير كده ينتمي لحزب يساري ماركسي، ويعيش في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية. ده كان موقف غريب، وفي أوروبا وفي أمريكا عامل ترند كبير قوي، لأن هو طلع مسيحي وطلع من أصول من أمريكا اللاتينية. فده كان عامل ضجة، يعني مش المسلمين بس اللي زعلانين عشان غزة، لا لا، لو كمان الجماعة المسيحيين اللي من أمريكا اللاتينية. شكرا على المتابعة، ولو في أي جديد هننزله لكم قريب إن شاء الله.